تحوت ده كان رمز العلم والنظام في وسط الصراعات، فكان في وسط الصراعات هو اللي كان بيحاول ان هو يفرض النظام مرة تانية. وهنا بقى عندنا في وسط الإحباط من قدراتنا على الإنجاز يجي أحمد زويل وياخد جايزة نوبل اللي يفرض بيها النظام مرة تانية ويرجع بيها العلم. وغير كده كمان هو بيديلنا ثقة في نفسنا ان احنا نقدر ان احنا نعمل. النهاردة بقى في قصة إنسان هنتكلم عن ابن تحوت أحمد زويل الفائز بجائزة نوبل. بس قبل ما نبدأ بقى ونخش في تفاصيل حياة أحمد زويل، يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل ونقدم حلقات أحسن، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. سنة 1946 تحديدا 26 فبراير يتولد طفل اسمه أحمد في دمنهور. انتقل أبوه من دمنهور لدسوق وكان ليه وظيفة حكومية هناك. أما أم الطفل كانت اسمها الست روحية، كانت ست بيت زي أغلب ستات البيوت في الوقت ده، وكانت متدينة على حد وصف أحمد زويل، فبيقول إن هي كانت روحانية من اسمها روحية. وبحكم إن دسوق فيها الجامع الكبير للمتصوف إبراهيم الدسوقي، فكان أحمد زويل مع زمايله كانوا بيروحوا الجامع ويذاكروا هناك أو يروحوا يلعبوا على ضفة النيل، اللي كان أحمد زويل بيحب جدا اللعب هناك، وبالذات إن هو يشوف النيل. كان أحمد زويل ذكي وشاطر، فكان طول فترات دراسته الابتدائية والثانوية كان من الأوائل. وكان خاله رزق هو القدوة ليه وعلمه ازاي يخطط للمستقبل ويرسم الخطط دي. ده غير ان هو كان بياخده على حفلات الست ام كلثوم. ومن هنا مش هينتهي الترابط ما بين احمد زويل وما بين ملكة الغناء العربي ام كلثوم. بس في سنة 1956 من كتر اعجابه باهم شخصية في مصر في الوقت ده اللي هي جمال عبد الناصر، فبعت له رسالة ويقول له فيها ربنا يوفقك ويوفق مصر. فيتفاجئ برسالة من زعيم مصر في الوقت ده اللي هو جمال عبد الناصر، ويقول له تلقيت رسالتك الرقيقة المعبرة عن شعورك النبيل، فكان لها أجمل الأثر في نفسي، وأدعو الله أن يحفظكم لتكونوا عدة الوطن في مستقبله الزاهر، وأوصيكم بالمثابرة على تحصيل العلم مسلحين بالأخلاق الكريمة لتساهموا في بناء مصر الخالدة في ظل الحرية والمجد. والرسالة دي بقى أحمد زويل هيفضل محتفظ بيها عشان دي هتكون أول نبوءة ليه في مستقبله العلمي. المهم بعد كده هيدخل الثانوية، وفي آخر سنة ليه في الثانوية هيجيب مجموع يدخله كلية علوم. بس كان أبوه في الوقت ده كان عايز يدخله معهد قريب منهم ويكون معاه بكالوريوس زراعة ويشتغل في الوظيفة الحكومية، لكن الست روحية وخاله رزق أصروا على إنه لازم يدخل الجامعة وحرام إن هم يظلموا ذكائه. وفعلا هيروحوا لمكتب التنسيق، ومكتب التنسيق هيبعته على علوم بس جامعة الإسكندرية، ويدخل جامعة الإسكندرية فعلا وهيعيش مع قريب من جانب أمه الست روحية. كان قريبه في دمنهور وبيركب القطر على طول على اسكندرية كل يوم علشان ياخد محاضراته ويرجع تاني على دمنهور. وفي سنة 1967 يخلص كلية علوم وياخد بكالوريوس، بس كان جايب امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، فكان الأول على دفعته وتعين معيد، وبدأ في رسالة الماجستير بتاعته اللي خلصها في 8 شهور بالظبط بدل سنتين الوقت المخصص ليها. وهنا قرر ان هو يعمل دراسته بره مصر زي الدكاترة اللي كان معجب بيهم ايام ما كان بيدرس. بس هنا بقى كان في مشكلة، وهي ان مصر كانت ايام النكسة وكل المنح كانت بتروح على الاتحاد السوفيتي، وما كانش في منح بتتبعت للولايات المتحدة الامريكية، بس هو عايز يروح الولايات المتحدة. فبعت 3 رسائل ل3 جامعات بره مصر في امريكا علشان يدوله المنحة. وفي يوم 2 ابريل 1969 يوصل له رسالة من جامعة بنسلفانيا. الجامعة توافق ان هي تديله المنحة، بس على ان الدراسة تبدأ في شهر 8 سنة 1969 اللي هي السنة اللي اتبعتت فيها الرسالة. هنا بقى قابل مشكلتين. اول مشكلة ان المنحة اتبعتت ليه هو، ونظام المنح الفردي مش بيعترف بيه النظام بتاع كلية علوم جامعة اسكندرية، وهنا لازم جامعة بنسلفانيا تبعت منحة لكلية علوم جامعة اسكندرية، والكلية تختار مين الانسب للمنحة دي، وده طبعا مستحيل علشان بنسلفانيا عاملة المنحة دي بالخصوص لأحمد زويل. بس هنا بقى هيقرر أحمد زويل إن هو يبعت رسالة للأستاذ المشرف عليه في جامعة بنسلفانيا ويخليه يبعت منحة للكلية وهو هيتصرف من هناك. وفعلا ده هيحصل، بس احمد زويل بقى هيروح يمضي كل المعيدين انهم مش عايزين المنحة دي. وهنا تتحل المشكلة الاولى ان هو ما فيش غير احمد زويل اللي موافق ان هو يروح المنحة دي. بس تيجي المشكلة التانية ان هو لسه ما خلص على الورق فترة الماجستير بتاعته، وبالتالي ما ينفعش ان هو يسافر. وهنا كان واخد اساسا توقيع المشرف الرئيسي على رسالته،
بان هو خلصها، بس كانت لسه ما توثقتش في سجلات الكلية. فيروح على الشاطبي مركز جامعة اسكندرية معاه كل الورق، وطلب اجازة المعتادة عليه اللي هم الشهرين، وبكده تتحل المشكلة. ويقابل نائب رئيس جامعة اسكندرية في الوقت ده اللي هو دكتور عبد الرحمن الصدر، ويشوف اوراقه ويقول له انا هوقع على اوراق سفرك ومش هترجع هنا تاني. وفعلا دي هتكون نبوءة حقيقية، ومش هيرجع بعديها غير في زيارات بس. وهنا بقى قرر ان هو يتجوز قبل ما يسافر، وفعلا هيقرر ان هو يتجوز ويتخطب لميرفت اللي كانت طالبة عنده لما كان معيد في كلية علوم جامعة اسكندرية، كانت اصغر منه بكام سنة. وهيتجوزوا قبل ميعاد السفر ب3 ليالي بس، وهيسافر على امريكا في ولاية فلوريدا جامعة بنسلفانيا. بس هنا بقى هتقابله تحديات كبيرة. اول التحديات دي واصعبها كان ثقافة غريبة عليه. يعني مثلا اول ما يروح الجامعة اللي هو اليوم اللي راح فيه، هيروح علشان يبات في مبنى على الشكل القوطي اللي هو شكل الكنايس. هو ما قدرش ان هو يتكيف مع الفكرة دي، فعلى طول هيروح تاني يوم ويأجر شقة. ده غير التحدي العلمي، لان امريكا في الوقت ده كانت في حربها الباردة مع الاتحاد السوفيتي، كانت بتتنافس معاها على التطور العلمي، فكانت العلوم هناك في امريكا كانت متطورة جدا عن الموجودة في مصر. المهم هيتكيف احمد زويل ويخلص الدكتوراه بتاعته من جامعة بنسلفانيا، وهيبعت رسالة علشان ياخد منحة دراسية اللي هي منحة ما بعد الدكتوراه، وياخدها من جامعة بروكلي في كاليفورنيا. بعد كده هيروح على جامعة كلاتيك، تحديدا على المعهد بتاعها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وهنا هيعمل ابحاثه عن الذرة. وجزء من الابحاث دي كان هيستلزم تصوير جزيئات الذرة وفي الوقت اللي هي بتتفاعل فيه كيميائيا. وهيتفاجئ ان الجهاز ده عند تلميذ له كان مشرف على الدراسات العليا بتاعته، فعلى طول هيطلب احمد زويل ان هو يستعير الجهاز بتاعه بال ما يخلص الدراسات. وفعلا هيخلص دراسته على حوالي 1987. بس من الوقت ده وهتتوجه كل الانظار لاحمد زويل، لان دي كانت اول مرة حد يلاحظ ويصور التفاعلات اللي بتحصل في الذرات الكيميائية، علشان سنة 1999 ياخد جايزة نوبل، وفي نفس السنة ياخد قلادة النيل من مصر. ده غير ان هو بقى المستشار العلمي لأوباما سنة 2009. ده غير برضو ان هو هيحاول ان هو يمنع امريكا في الوقت ده سنة 2014 ان هي ما تمنعش مساعدتها اللي كانت بتديها لمصر، ويكتب رسائل ومقالات كتيرة جدا عن الحكاية دي. ده غير مشروعه الكبير جدا في مصر في الوقت ده اللي هو كان جامعة زويل. بس يجيله مرض السرطان النخاع الشوكي ويموت 2016 تحديدا 2 أغسطس، ويتنقل الجثمان من أمريكا لمصر ويتعمل له جنازة عسكرية ويمشي فيها أولاده ال4 مها وأماني ونبيل وهاني مع رئيس الدولة في الوقت ده عبد الفتاح السيسي وكبار الشخصيات السياسية، ويتم دفنه على حسب الوصية بتاعته في مصر. المصريين زي ما قدروا ان هم يلاحظوا دورة المنتظمة للنيل، وقدروا من خلالها ان هم يعملوا اول تقويم شمسي اللي بعد كده هياخدوا يوليوس قيصر ويعتمدوا في الامبراطورية بتاعته ويتحول للتقويم الميلادي المعروف وبنمشي عليه دلوقتي، هكذا احمد زويل هيلاحظ وهيصور حركة الذرات اثناء تفاعلاتها الكيميائية، وبالابحاث بتاعته دي هيكون بيبني تخصص علمي قائم بذاته وهو الفيمتوكيمياء. وبس دي حلقة النهاردة في قصة إنسان. بس قبل ما تنسوا ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. مع السلامة.